السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي. معكم المستر إبراهيم شعبان مدرس الدراسات الاجتماعية. النهاردة إن شاء الله هنشرح فيديو مهم جدا للمسلمين جميعا وجميل جدا للعرب. بس قبل ما أبدأ في الفيديو ده، انزل اعمل اشتراك في القناة واضغط لايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنشرح درس اسمه ايه؟ اسمه مصر والقضية الفلسطينية. اسمه ايه؟ اسمه مصر والقضية الفلسطينية. انتوا طبعا والعالم كله طبعا عارفين ان فلسطين دولة عربية، وهتفضل عربية لحد ما نموت أو الكوكب ده يهلك. اللهم حرر فلسطين يا رب، اللهم حرر الأقصى يا مولانا يا رب، لحد ما نموت أو الكوكب ده يهلك. طب ليه فلسطين ليها مكانة خاصة في قلوب العرب، سواء العرب المسلم أو العرب المسيحي؟ السؤال دايما بيجي في الامتحان، بيقولك بما تفسر فلسطين ليها مكانة في قلوب العرب. فلسطين ليها مكانة في قلوب العرب، فلسطين عزيزة على العرب، فلسطين ليها مكانة في قلوب المسلمين جميعا. طب ليه؟ أول حاجة ولد فيها المسيح عليه السلام، كويس. طب تاني حاجة أسري إليها سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، رحلة الإسراء والمعراج. أنت طبعا خدتها في تاني إعداد. طب رقم 3 بها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. يعني إيه أولى القبلتين؟ يعني كانوا المسلمين يتوجهوا للمسجد الأقصى قبل وجود الكعبة. المسلمين كانوا بيتوجهوا للمسجد الأقصى قبل وجود الكعبة. طب وثالث الحرمين الشريفين يعني إيه؟ أول حاجة أنت عندك المسجد النبوي، عندك الحرم المكي، بعد كده المسجد الأقصى، ثالث الحرمين الإيه؟ الشريفين. كده احنا عرفنا ان فلسطين لها مكانه في قلوب العرب بسبب 3 حاجات. انا عايز حد يردد ورايا، عايز حد يقول معايا. اول حاجه ولد فيها المسيح عليه السلام. 2 اسري اليها سيدنا محمد، رحله الاسراء والمعراج. طب رقم 3 بها المسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. طب يلا نشوف الحرب العالميه الاولى. يلا نشوف الحرب العالمية الأولى، هنشوف هي كانت عام كام وبين مين ومين. عام 1914 إلى 1918، 2 ضد 2. أنا معايا إنجلترا وفرنسا ضد ألمانيا وتركيا. كده أنا عندي 2 ضد 2. عندي إيه؟ عندي إنجلترا مع فرنسا وألمانيا مع تركيا. طب اليهود هيسيبوا انجلترا ولا هيساعدوا؟ لا، اللي طبعا اليهود ساعدوا انجلترا بكل حاجه عندهم. عايزين سلاح، احنا هنديكم سلاح. عايزين جنود، هنديكم برضو الجنود. طب اليهود بيعملوا كده ليه؟ هم بيعملوا كده وخلاص؟ لا، عشان مصلحتهم. هم عندهم عشم ان انجلترا لو كسبت الحرب هتديهم حته ارض يعملوا عليها وطن ليهم. كده اليهود ساعدوا انجلترا بكل حاجه عشان عندهم عشم ان انجلترا لو كسبت الحرب تديهم حته ارض يعملوا عليها ايه؟ وطن ليهم. في عام 1917 جه واحد اسمه جيمس بولفر. جيمس بولفر ده وزير خارجية بريطانيا. طب هنشوف الوزير قال ايه. قال ايه؟ ده اسمه واحد بولفر. قال ايه؟ تعهد لليهود. هو كده وعد اليهود ان بريطانيا هتعمل كل اللي هتقدر عليه عشان تعمل وطن قومي لليهود في فلسطين كوعد. بولفر هو قال ايه؟ تعهد لليهود، انا هديكم وعد مني انا هديكم وعد مني ان بريطانيا هتعمل كل اللي هتقدر عليه عشان تعمل وطن قومي لليهود في فلسطين.
وده ما يسمى وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق. ممن لا يملك يعني بريطانيا، لمن لا يستحق اللي هم اليهود. ان اساسا ان يعني دلوقتي هي بريطانيا ملهاش حاجه في فلسطين، ولا اليهود لهم حاجه في فلسطين. ده ايه؟ وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق. وعد ممن لا يملك اللي هم الايه؟ اللي هم بريطانيا، لمن لا يستحق اللي هم اليهود. المهم ايه اللي حصل؟ جت عزبة الايه؟ الامم تقول قرار مش كويس، قرار ما يعجبش اي حد، قرار عبيط قوي. تقول الدول اللي كسبت في الحرب هتاخد الدول المحتلة من الدول الأخرى. يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ أنا مش فاهم أي حاجة. يعني إيه؟ يعني دلوقتي يعني فرنسا هتاخد الدول اللي مع ألمانيا، وإنجلترا هتاخد الدول اللي مع تركيا. يا نهار أبيض يا جدعان! طب إيه اللي حصل؟ للأسف فلسطين كانت مع تركيا. فلسطين كانت مع تركيا، كده إنجلترا هتحتل فلسطين. طبعا جت ايطاليا عملت مؤتمر اسمه سرمو. اسمه ايه؟ اسمه سرمو. قالت ايه في المؤتمر ده؟ ايه الكلام بتاعها في المؤتمر ده؟ قالت ايه؟ تأكيد حق بريطانيا في احتلال فلسطين. تأكيد ايه؟ تأكيد حق بريطانيا في احتلال فلسطين. بس قالت نلغي كلمة احتلال. ليه طيب؟ عايزين ايه؟ كلمة احتلال نخليها انتداب. يعني ايه كلمة انتداب؟ هو مبدأ سياسي لإدارة المناطق التي هزمت في الحرب، وكان خاضعة للدول التي هزمت في الحرب. طب احنا هنعمل ايه؟ مساعدة هذه الدول لتصل إلى استقلالها وتحكم نفسها بنفسها. مساعدة هذه الدول لتصل إلى استقلالها وتحكم نفسها بنفسها. المهم نخليها ايه؟ قالت خلاص احنا هنلغي كلمة احتلال، نخليها انتداب. هي انتداب، هي احتلال بس بشياكة. مش عايزين حد يقول علينا ان احنا محتلين، لا احنا مش محتلين، احنا منتدبين. طب ايه اللي حصل تاني؟ في عام 1920 خلاص بريطانيا هتاخد فلسطين. ازاي انجلترا هتنفذ الوعد لليهود؟ عملت حاجتين. ازاي انجلترا هتنفذ الوعد لليهود؟ عملت حاجتين. سماح. السماح بهجرة أعداد كبيرة من اليهود من جميع أنحاء العالم. اللي من دول دي تعالوا كل من جميع أنحاء العالم، تعالوا إلى فلسطين. السماح بهجرة أعداد كبيرة من اليهود من جميع أنحاء العالم إلى فلسطين. 2. السماح بانتقال ملكية الأرض من عرب فلسطين لليهود عن طريق شرائها. فلوس يا باشا. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انجلترا تروح لواحد عربي من عرب فلسطين، الناس اللي معاهم فلوس ومعاهم اراضي، تقول له يا عم الحاج الارض دي تبيعها بكام؟ هو يقول مثلا ابيعها 1.5 مليون. لا، انجلترا تقول له احنا هنديك 2 مليون. تديله الفلوس ويبيع الارض بالفلوس. كده انجلترا عمل حاجتين. واحد، حد يردد ويقول وراي، السماح بهجرة أعداد كبيرة من اليهود من جميع أنحاء العالم إلى فلسطين. 2. السماح بانتقال ملكية الأرض من عرب فلسطين لليهود عن طريق شرائها. طب الشعب الفلسطيني هيسكت كده وهيبقى هفا؟ قال لك لا، مش هيسكت. لا، عمل انتفاضة. عمل ايه؟ انتفاضة. يعني ايه؟ يعني ثورة. يعني احنا معترضين على الكلام ده، مش عايزين الكلام ده. احنا عندنا اعتراض وهنعمل ثورة. وهنعمل ايه؟ وهنعمل ثورة. في ثورتين، في ثورة 1929 وثورة 1936 بقيادة اللجنة العربية. يعني الدول العربية كلها اتجمعت، بس للأسف ما جابتش نتيجة. ما جابتش نتيجة. دي الحرب العالمية الأولى. يلا نشوف الحرب العالمية الثانية عام 1947. ايه اللي حصل؟ طبعا جاءت هيئة الأمم المتحدة اللي هي أمريكا، كانت مسؤولة عن العالم في ذلك الوقت. شافت العرب بيضربوا في اليهود واليهود بيضربوا في العرب، قالت بس احنا هنقسم فلسطين.
احنا هنقسم فلسطين، قسموها الى ايه؟ واحد الى عربيه، اتنين يهوديه، القدس تحت اشراف دوله. طبعا قال لك احنا هنقسمها ليه العربيه، نخلي جزء ايه ندوهم للعرب عشان نفرح بيهم، عشان نفرح بيها العرب. بس العرب مش موافقين على الكلام ده. طب رقم اتنين يهوديه، طبعا اللي هو فين، احنا كنا فين وبقينا فين؟ احنا لينا ارض في فلسطين. القدس تحت اشراف دوله، تحت اشرافنا احنا. القدس تحت اشراف دوله. طب ايه اللي حصل طيب؟ طبعا اليهود اول ما خدوا ارض ليهم طردوا العرب. اليهود اول ما خدوا ارض ليهم طردوا العرب من ديارهم، وبداوا يعملوا مذابح بشريه. مثل ايه؟ مثل مذبحه دير ياسين. مثل ايه؟ مذبحه دير ياسين. اليهود ما سكتوش. اليهود اول كده، اول ما خلاص احنا لنا ارض في فلسطين، احنا هنطرد بقى العرب، احنا هنعمل مذابح بشريه مثل مذبحه ايه؟ دير ياسين. طبعا بريطانيا شافت الكلام ده. بريطانيا مش موافقه على الكلام ده خالص، مش موافقه على التقسيمه دي. بريطانيا تنسحب بقواتها وتنهي الانتداب على فلسطين في 14 مايو عام 1948. وفي 15 مايو أعلن اليهود قيام دولة إسرائيل، واعترفت بها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقا. يلا نشوف حرب فلسطين. يلا نشوف حرب فلسطين عام 1948. إيه اللي حصل؟ طبعا مصر جت وسوريا والأردن. مصر وسوريا والأردن. أسباب الحرب دي إيه؟ واحد، إنقاذ الشعب الفلسطيني من بطش اليهود، من ظلم اليهود. اليهود افتروا على العرب. إنقاذ الشعب الفلسطيني من بطش اليهود، من ظلم اليهود. اتنين، مساعدة الشعب الفلسطيني على إقامة حكومة وطنية على أرض. يعني كده رقم واحد أسباب حرب فلسطين: إنقاذ الشعب الفلسطيني من بطش اليهود، من ظلم اليهود، من جبروت اليهود. اتنين، مساعدة الشعب الفلسطيني على إقامة حكومة وطنية على أرض. يعني إيه؟ تأكيد إن فلسطين عربية لحد ما نموت. تأكيد إن فلسطين عربية إيه؟ لحد ما نموت. طب إيه اللي حصل؟ الأحداث: تمكنت الجيوش العربية من تحقيق انتصارات على القوات الإسرائيلية، بس للأسف هتحصل حاجة مش كويسة خالص. تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية وقالت اقتراح لمجلس الأمن. مجلس الأمن ده ما بيدخلش فيه غير الدول الكبيرة. طب إيه هو الاقتراح؟ وقف القتال. واحد، وقف القتال. اتنين، عقد هدنة 30 يوم يمتنع العرب واليهود عن جلب الأسلحة والمحاربين لفلسطين، ويكون ذلك تحت إشراف دولي. أول حاجة وقف القتال. اتنين، عقد هدنة 30 يوم يمتنع العرب واليهود عن جلب الأسلحة والمحاربين لفلسطين، ويكون ذلك تحت إشراف دولي. العرب اتفقنا تمام، واليهود تمام قشطة يابا. طب إيه اللي حصل؟ العرب التزم بالهدنة، بس اليهود لا. اليهود خونة. اليهود ما التزمش بالهدنة، وبدأ في تقوية قوته من حيث العدد والسلاح والتدريب. من حيث العدد والسلاح والتدريب. المهم خلص ال 30 يوم، وظهر تفوق اليهود على جميع جبهات القتال، وتراجعت القوات العربية واتهزمت. ويجي سؤال دايما بيجي في الامتحان: ما النتائج المترتبة على هزيمة الجيوش العربية في حرب فلسطين 1948؟ واحد، هزيمة العرب، الجيش العرب اتهزم. الاستيلاء على جميع الأراضي فلسطين ما عدا قطاع غزة تحت إدارة مصرية، الضفة الغربية وباقي القوات الأردنية، وقسمت القدس بين العرب واليهود. القدس بين العرب واليهود. إذا لو جه قال لك من النتائج المترتبة على هزيمة الجيوش العربية في حرب فلسطين، هتقول: واحد، هزيمة العرب. اتنين، الاستيلاء على جميع أراضي فلسطين ما عدا قطاع غزة تحت إدارة مصرية، الضفة الغربية وباقي القوات الأردنية. تلاتة، قسمت العرب بين
قسمت القدس بين العرب واليهود. ده كان الجزء الأول من درس مصر والقضية الفلسطينية. انتظروا قريبا الجزء الثاني إن شاء الله. يلا سلام.